السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناة بيل فام او فوايي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، واي واحد عنده لا ريبريز سوا ليكول سوا الخدمه تنقول لكم بون ريبريز وعوده ميمونه. ولنا عوده في الوصفات، وقلت لكم انا راه خاصني غير التشجيع. راجع عليكم بوصفات جديده ان شاء الله، وان شاء الله دي روتين جدادين، علاش لا. فاليوم غادي نقدم لكم جوج وصفات اللي فريمون ساهلين وزوينين. الوصفه الاولى اللي هي هذا الفلان اللي تيجي فريمون هو هماوي بلوغو ديال زهره البرتقال، سريع التحضير وما فيش مقادير بزاف، يعني مقادير بسيطه. والوصفه الثانيه اللي غنيه على التعريف، الطنجيه المراكشيه على اصولها. ديجا كنت شاركتها معاكم، طيبتها في الطاجين ولا الترقه جو بونس ترقه، ودابا درتها على اصولها، يعني بالطنجيه ولا القلوشه كما تيقولوا لها المراكشيين. عرفتوا اللحيمه جات معلكه وبحال اللي كتاكلوها نيت في مراكش. فإلا كنتو انتريسي بلا فيديو خليكم معايا ونبداو على بركه الله بالديسير ديالنا. هنايا خديت اترو ديال الحليب. ديما كتشوفوا المول ديالكم شحال كيهز لكم ديال الحليب، دونك هنايا تقدروا ديروا حتى نسيترو ديال الحليب ونسيترو ديال لا كريم، مي باش تبقى الوصفه اقتصاديه كنشوفوا لرخيص. دونك درت اترو ديال الحليب، عندي جوج فلون فاني هذاك ديال 3 دراهم الكبير، عندي 2 ساشي ديال الزهر، وعندي هنا الفلون ديال الشينوا 2 ساشي عاوتاني. الفلون ديال الشينوا بحال اللي قلتو يقاد لينا لا تيكستور ديال الفلون باش ما كيبقاش يجي كيترعد لينا، فهمتوا؟ باش ملي كنبغيو نحيدوه من لو مول كنتحكموا في لا تيكستور ديالو. دونك كاين هاد لي فلون بجوج ديال الشينوا كتلقاو هكذا، سوا ديال المراه ولا ديال الراجل. انا جو بريفير هكذا المراه، احسن يعني من الراجل. دونك هذا كتلقاوه في لي غروند سورفاس، سواء عند الهريات راه باقي حيت ما بقاش بزاف، ولكن انا راه لقيته في مرجان. ما كتلقاوش لي ساشي، يعني كتلقاو باكيه فيها جو بونس 6. صافي كتخلطوا الخليط، كديروه فوق العافيه حتى كيغلى. بالنسبه للسكر حسب الذوق، انا حتى عندي الفلون ديجا فيه السكر، ولكن ملي ذقته في الاخر جاني شويه ناقص من السكر، زدت واحد المعلقه. نتوما على حساب الذوق، الا بغيتيو الا كان عندكم الفلون مسوس راه خاصكم ديروا السكر. كان حيت كاينين انواع بزاف ديال الفلون، داكشي علاش يعني نتوما غادي تشوفوا السكر الا كان الفلون فيه هو هذاك ما فيش زيدوا السكر. هنا كنديروا المول، انا نفعني هذا المول هذا ديال بيم، صراحه نفعني في لي ديسير كيجي شكلهم زوين، حتى في لي كيك كيجي شكل ديالهم زوين وصدق، يعني حتى في لو كيك كيهز غير جوج بيضات يعني وكيجيك لو كيك هماوي. دونك هنايا ضروري ما كندهنو باش ما كيلصقش ليا هذاك لو فلون. صافي هنايا الفلون ديالي غلا، صافي غادي نكبو في لو مول. دونك ضروري من هاد العمليه ديال دهنوه بالزيت. شوفوا هذاك السكر اللي زدت حتى الاخر لصق ليا في الكاسرونه، مي نتوما كما قلت لكم دقوا من الاول وزيدوه في الاول. صافي وهنايا غادي نديرو في الثلاجه واحد المده ديال ساعتين. صافي وغادي نخرجو، يعني كل ما برد كل ما مزيان. كما شفتوا انايا المول ديالي عابره، يعني اترو ديال الحليب. صافي الفلون ديالي ملي خرجته من الثلاجه هو راه غير ساعه تتكون لا تكستور ديالو مزيانه، مي حنا على البروديه حيت كل ما برد كل ما كيجي مزيان. هنا كنفسو شويه بالموس باش كيهبط ليا فاسيلمون، دونك ضروري كنتكيه هكذا بالموس. وما نعاودش لكم على لوغو يا البنات اللي كيعجبوا اللوغو ديال الزهر زهره البرتقال، راه كيحمق البنات وكيجي بحال اللي ما عرفت باش مصايبينه، وحنا دايرين فيه غير اللوغو ديال الزهر. صافي هنايا البنات لا ديكوراسيون كتبقى حسب الذوق. دونك هنايا سوا كتخليوه بحال هكذا، كتقدروا الا كان عندكم هكذا ليسباس من الفوق تزوقوه بلي فروي روج، كتقدروا تقطعوا طريفات ديال الليمون وديروه. تقدروا ديروا يعني الحليب بودر هكذا غبره، تقدروا ديروا لا كريم ديال الليمون، تعصروا واحد الكاس ديال الليمون ديروا فيه النشا وديروا فيه السنيده وتعقدوه، كتديروا فوق العافيه حتى كيعقد. صافي وكديروا لا كريم هكذا من الفوق. انا درت عندي الخوخ
الخوخ، واحد الخوخه اللي طحنتها صافي ما عقدتهاش لان لا تكستور ديال الخوخ كتكون عاقده شفتو، يعني درت فيها فقط السكر ودرتو من الفوق. الا كان عندكم المونغ كتقدروا ديروه، مهم لا ديكوراسيون كتبقى حسب المتوفر اللي عندكم. وشوفوا لي الشكل كيفاش كيجي والحطه كيفاش كتجي. هذا ما بغيتوكمش تفلتوه، يعني اللي جرباتو تجي تكتب ليا في لي كومونتير، اللي جرباتو تجي تكتبوا هذا هو الشكل النهائي ديالو. ودابا غادي نمشيو للوصفه الثانيه اللي هي الطنجيه. دونك هنايا خديت اللحم الغنمي، وصراحه خذوا الملج، لا بارتي ديال الملج باش كطيب لكم دغيا، و العظومه ما كيهرسوش لكم يعني الطنجيه ديالكم ولا القلوشه. انا كنقولها قلوشه حيت سمعت المراكشيين تيقولوا ليها القلوشه، فانا صراحه كان عندي الغنمي ما عرفتش هذيك لا بارتي ديالاش دونك ما عرفت. هنايا كديروا الزعفران اللي كتديروه في الماء مغلي حتى كيطلق، وكديروا كاس ديال زيت الزيتون، هنا واحد المعلقه كبيره ديال الكمون حبوب، الثومه، معلقه ديال السمن، واحد المعلقه ديال الكمون صافي، وكديروا الحامض مصير. هنا ايفيتيت انني ندير الملحه لان السمن والحامض مصير ديجا مالحين، دونك ما درتهاش نهائيا. حتى هذيك شوفوا ديك الماء ديال الحامض مصير درتو. هنا درت واحد جوج وريقات ديال سيدنا موسى. هنا ضفت انا الماء لان عندي انا العظومه، عندي شويه العظومه، داكشي علاش ضفت الماء. الا كان عندكم غير الملج بلا ما تضيفوا، يعني راه هذاك الماء ديال الزعفران وزيت الزيتون وديجا الغنمي كيطلق ليدام بلا ما تضيفوه، غير انا حيت عندي العظومه شويه البلاصه قاصحه دونك يشد ليا الطياب مزيان. صافو ما كانش عندي لو بابي الومنيوم، دونك هنايا غادي تاخذوا لو بابي كويسون اللي غادي ديروه صافي وغادي تعقدوها. انا راه تحلات ليا هذه ودرت واحد القنبه ودابت ليا شويه دونك خليت في الاخر غير لو بابي كويسون في الاخر. دونك ماشي مشكل الا كان عندكم سلك ولا هكذا، وحركوها عاده باش يعني ضروري تحرك داكشي باش ما تبقاش لينا لقامه الفوق. دونك انا طيبتها في الفران، تقدروا طيبوها فوق الفاخر على حساب المتوفر عندكم. خدات ليا في الطياب 3 ديال السوايع، وانا راه مازال بقيت كنقلبها حيت كنشوف اللحم واش طاب وما كنبغيش لي دم بزاف. دونك بقاو تقلبوها، حيدوا ما فيها باس تحيدوا. دونك شعلت عليها انا من التحت ومن الفوق. اي فوالا الطنجيه ديالي شوفوا كيفاش جات فريمون اللحيمه طايبه وطابت كي الزبده. وشوفوا واخا ما فيش داك لي زيبيس كينجبير وهكذا، غير بهاد التوابل جات كتحمق. هي شويه كتقام، راكم عارفين اللحم ديال الغنمي تقدروا ترافقوها هكذا بلي سالاد بالبطاطا. صافي وهذه هي الغديوه ديالي. هنا جيت النهايه ديال لا فيديو، نتلاقاو في فيديو جديده مع وصفات جديده. خليتكم على خير.